السلام عليكم إخواني أخواتي، سلام الله عليكم أينما كنتم، مرحبا بالجميع. أتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله يا ربي. في الفيديو هذا غادي نخصوه العلاقات المغربية الصينية في هذه الأسابيع مؤخرا كتمر بواحد الأزمة ضيقة الإخوان ديالي. السبب ديالها أنه واحد الناشط ولا إعلامي مبحوث عنه من طرف البلاد ديالو السلطات الصينية اللي متواجد حاليا في السجون المغربية. السلطات الصينية اللي كطالب الحكومة المغربية باش يتم الترحيل ديالو للبلاد ديالو. هنايا لهاد الازمه هذه اللي تثبت مده الاخوان ديالي 6 اشهر او لا 7 اشهر. كاين منظمات مغربيه او لا منظمات عالميه اللي كطالب الدوله المغربيه باش ما يتمش التسليم ديال هذا الناشط الحقوقي اللي كيتكلم بلسان ديال الروهينجا. هاد الروهينجا هادو الاقليه اللي متواجدين في دوله الصين، اللي كتحارب المسلمين والاقليه هاد ديال الروهينجا هادو. هذا الناشط هذا كيتكلم بالاسم ديال هذه الاقليه هادو وكينشر في المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا في الصفحه ديال الفيسبوك او لا في القنوات ديال اليوتيوب. كينشط على المعاملات اللي كتعملها السلطات الصينيه ضد هذه الاقليه ديال الروهينجا. كيفضح يعني كل الجرائم اللي كديرها الصين اللي تقريبا هذه مده 5 سنوات او لا 6 سنوات دارت الاخوان ديالي، يعني بغات انها ما يبقاوش مسلمين فوق الاراضي الصينيه. دارت واحد التصعيد مهول وتصعيد خطير، يعني من التعذيب او لا القتل او لا التهجير لهذه الاقليه هادو. دوله الصين مشات ابعد من ذلك، اللي بقات انها تشوف المسلمين من بحال الزوج او الزوجه كدير لهم الاخوان ديالي واحد الحقنه، بحال الزوج دير له حقنه باش انه ما يبقاش انه يولد، باش ما يتكاثرش من اولاد المسلمين. والزوجه نفس الشيء، يعني بقات دير لها واحد الحقنه باش الزوجه انها ما تحملش، ما يبقاوش التعدد يعني ديال الاجناس من هذا الاغور ديال الصينيين المسلمين. هذا الناشط اسم ديالو إدريس حسن اللي طلب اللجوء السياسي في مطار محمد الخامس، ولكن الدولة المغربية ولا الحكومة المغربية رفضت انه باش رفضت الطلب ديالو. لهذا كندخلوا على الخط ومجموعة من المنظمات العالمية دولية ولا منظمات مغربية اللي طلبت المغرب انه الحكومة المغربية وحتى جلالة الملك باش ما يتمش الترحيل ديال هاد إدريس حسن. ولكن الحكومة المغربية كتشوف أن المنظور ديال العلاقات الجيدة مع دولة الصين حتى هي كشريك للدولة المغربية. كاين الإخوان ديالي أرقام اقتصادية جيدة، والمغرب أنه دائما كيحرص باش تكون علاقات جيدة خصوصا مع الدول اللي كتتعرف بالصحراء المغربية وما كاش الدعم الانفصاليين ديال البوليزاريو. هذا الشخص الاخوان ديالي حاليا انه متواجد، ادريس حسن متواجد في السجون ديال الدار البيضاء في المغرب. هذه واحد اليومين او 3 ايام انه واحد الصديق ديالو انشر واحد التدوينه اللي كتقول انه تكلم معه بالتليفون، قال له انا مرعوب، قال له فوقاش ما سمعت اننا في الرواق ديال في السجن سمع يعني المشي او لا، كيقول صافي راهم جاو باش ياخذوني باش يدوني يتم التسليم ديالي للسلطات الصينيه. حنا الاخوان ديالي الدين ديالنا الحنيف كاين هنا بحال اننا باش نشوفوا ان واحد الشخص يتعرض للتعذيب او للقتل ما خاصناش اننا نسلموه. ولكن الحكومه المغربيه كتنظر لدوله الصين انها ما خاصهاش تفقد العلاقات والصداقه معها. ادريس حسن كما شرط وقلت لكم بان دخلوا على الخط مجموعه من المنظمات مغربيه او لا عالميه اللي الملف ديالو مشى للمحكمه الابتدائيه. المحكمه الابتدائيه اللي حكمت عليه بانه يتم التسليم ديالو للسلطات الصينيه. كاين واحد المحكمه اللي كتفصل ما بين الشعب المغربي والمحكمات ديال الاستئناف او الابتدائيه، هي محكمه النقد اللي رجع لها هذا الملف هذا. وطلبوا يعني كنا كنتمناو بان هذه محكمه النقد هي تبطل الحكم ديال الابتدائي وما يتمش التسليم ديال ادريس حسن للسلطات الصينيه.
ولكن للاسف هذه محكمه النقض حتى هي ايدت الحكم الابتدائي وحكمت بانه يتم التسليم ديال ادريس حسن الى السلطات الصينيه. هنا المغرب يعني ما بين نارين، الى شاف الاعراف ديالنا والدين ديالنا اللي كاين هنا باش نديروا بهاد الافعال هادو، راه ممكن تكون الامور الحمد لله لادريس حسن ويبقى عايش هو والبنات ديالو والزوجه ديالو يعني في المغرب. ولكن الى السلطات المغربيه شفت واحد المنظور اخر، يعني منظور اقتصادي ومنظور العلاقات الجيده ما بين المغرب ودوله الصين. دوله الصين حتى هي شريك وحليف للمغرب، دولة الصين حتى هي كدير استثمارات كبيرة في المغرب، دولة الصين حتى هي عندها أرقام يعني أرقام جيدة ديال المبادلات والمعاملات مع الدولة المغربية. المغرب أنه حريص باش ما يفقدش هذا الشريك هذا، والمغرب أنه حريص باش ما تبقاش المعاملة بالمثل، باش حتى دولة الصين أنها ما يمكنش مره اخرى الى المغرب ما بغاش يسلم هذا النشيط هذا لدوله الصين. حتى الصين ممكن ان في يوم من الايام يكون عندها شي واحد مبحوث عليه من السلطات المغربيه ما عادش تبغي تسلمه للمغرب. هذه واحد 3 الاسابيع او 4 اقل من الشهر. المهم كاين واحد اليوتيوبرز، واحد الزوج والزوجه اللي حتى هما في القناه ديالهم كيتكلموا على المعاناه ديال الشعب المغربي وشنو كيتعرض الشعب المغربي، انه كيمشي للطبيب ما كاش يلقى التطبيب، كيمشي يعني الاولاد ديالهم للمدرسه ما كاينش. يعني هاد اليوتيوبرز هادو كيتكلموا بلسان المغاربه، ولكن مشي مرات كيفوتوا يعني الخط الحمراء، كيتكلموا اكثر من ذلك، كيتكلموا حتى على الشخصيه ديال جلاله الملك. لهذا انهم منين السلطات المغربيه بقات يعني عرفوا بالعادي يكونوا مبحوث عنهم، هربوا لتركيا. هاد الزوجين هادو حاليا انهم متواجدين في تركيا. هذه اسبوعين كانوا مشاو لدولة الصين وطلبوا اللجوء في المطار ديال دولة الصين. دولة الصين انها رفضت بتاتا ان باش تستقبلهم ولا تعطيهم اللجوء السياسي من نفس المطار ولا نفس الطياره، انه تم الترحيل ديالهم الى دولة تركيا، تم الرفض ديالهم. لهذا دولة الصين انها عرفت بان كاين ادريس حسن في دولة في المغرب، حتى هي رفضت. انا قالت لا استقبلنا هاد اليوتيوبرز هادو وعطينا لهم لجوء سياسي، الحكومه المغربيه غادي ترفض تسلم لنا ادريس حسن. هنايا الخطوه اللي غادي ديرها الحكومه المغربيه، واش غادي تسلم ادريس حسن وتدوس الاعراف الاخلاق والدين ديالنا، او لا تشوف للمصالح والمغربيه ولا العلاقات المغربيه مع الصين. هذا نتمنى الاخوان ديالي ان شاء الله بحول الله انه ما يتمش الترحيل ديال ادريس حسن. مجموعه من المنظمات ماشي منظمات غير مغربيه، منظمات عالميه، مجموعه من الدول اللي كيطالبوا المغرب انه ما يتمش تسليم ادريس حسن الى دوله الصين، لاننا عارفين المصير ديالو، المصير ديالو هو التعذيب او لا القتل. هاد اليغور هادو المتواجدين في دوله ولا هاد الصينيين هادو هذه منذ سنوات كيشوفوا اشد الاعذاب الاخوان ديالو العذاب. ما شفناش يعني الدول المتقدمه او الدول مثل دول اوروبيه او لا امريكا او لا روسيا كطالب السلطات الصينيه باش تكف ان هذا العذاب هادو والقهر ديال هادو والقتل ديال هاد اليغور هادو. بالعكس ملي كيشوفوها انها دوله عظمى ما عقدوش يتكلموا مع الاخوان ديالي. وحتى من الدول يعني المسلمه او لا من عند جمعيات اسلاميه او الاخوان ديالي عمروا انهم ولا طالبوا السلطات الصينيه ان باش تكف وتنهي على هذه المعامله هذه من طرف هذه الاقليه ديال الروهينجا ديال المسلمين. ان شاء الله الاخوان ديالي في هذا يعني غادي الا كان شي جديد في هذا الملف هذا ديال ادريس حسن انه الا تم التسليم ديالو من طرف السلطات المغربيه الى دوله الصين، غادي نعطيكم اخر المستجدات الاخوان ديالي شنو غادي يوقع لهذا ادريس حسن، شنو غادي يوقع، شنو هو المصير ديالو. نتمناو ان السلطات المغربيه ما يتمش الترحيل ديالو، لان الترحيل ديالو راه باين، يعني الترحيل ديالو هذا الشخص هذا غادي يكون المصير ديالو هو الهلاك، هو العذاب والهلاك من طرف السلطات الصينيه. هذا الشخص هذا هو غير كيتكلم بلسان ديال الاقليه المضطهده، كيتكلم الاخوان ديالي دوله الصين مشات الاخوان ديالي اكثر من ذلك. رايه التوحيد ديال المسلمين ديال لا اله الا الله محمد رسول الله، بعض ديال المحلات ديال المتاجر ديال الصينيين بحال المقاهي ولا المطاعم داروها كافرشه في الارضيه. يعني الانسان ملي كيدخل، الزبون ملي كيدخل للمقاهي ولا المطاعم كتكون اولا ملي كيوطى على كلمه التوحيد لا اله الا محمد رسول الله.
دولة الصين هي معادية للمسلمين، ماشي غير الأقلية ديال المسلمة في الروهينجا في الصين، بل كل شيء المسلمين المتواجدين في العالم كيشوفوا بأن كلمة لا إله إلا محمد رسول الله هي كلمة توحيد للمسلمين، ولكن هما الإخوان ديالي حاطينها في الأراضي في الأرضيات كيوطوا عليها، ولا من يحرك ساكنا لا من مسلمين عرب ولا من مسلمين في الدول العربية أو لا في دول أجنبية. أتمنى الإخوان ديالي أننا نشوفكم في شي فيديو آخر توضيحي بحال هذا، وشكرا والسلام عليكم.